لو عندك نص كيلو بطاطس تعالي نعمل السندوتش اللي بنقف عليه طوابير. بنقف طوابير اللي احنا نشتري سندوتش البطاطس السوري ده، طعمه بجد خطير جدا. ولادنا بصي بيحبوه جدا، وانتي كمان بتحبيه متأكدة. كمان هيوفر عليكي اللي احنا نعمل غدوية حلوة جدا من غير لحوم وفراخ والحاجات الغالية اليومين دول. يعني هتعملي سندوتشات سهلة جدا وبسيطة من نص كيلو بطاطس بس. شايفة السندوتش شكله عامل ازاي؟ بجد شكله تحفة ويفتح النفس. تعالي بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله ونشوف طريقتنا. أنا رشا، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تحطي لايك، لو مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هاتي بقى كمية البطاطس اللي انت عايزاها. نستخدم نص كيلو بطاطس. تمام، هنقشرهم بالطريقة دي. تكون البطاطس طبعا بتاعتنا تحمير، وهي البطاطس اليومين دول عايزه اقولك بجد تحفه جدا. ممكن تجيبيها وتخزنيها كمان. لو عايزين طريقه اللي احنا نخزن بيها البطاطس اكتبولي في التعليقات وهنخزنها. بجد بتبقى حلوه جدا ومنجزه في الوقت، واحسن ما بنشتري الاكياس اللي هي الجاهزه. قشري البطاطس بقى بالطريقه ديت، واي يعني براحتك بقى الطريقه اللي انت تحبيها. بعد ما قشرتها غسلتها وهبدا اقطع البطاطس بتاعتي. تمام، قطعيها بقى صوابع تخينه صوابع رفيعه براحتك خالص. بس يعني في الايه، في الساندوتش ده يستحسن ايه البطاطسيه تكون وسط كده زي ما انت شايفاها. قطعيها بقى على البلانشه بتاعتك او على ايدك اللي يريحك والطريقه اللي انت بتحبيها. تمام، سندوتشات البطاطس دي زي ما احنا عارفين اللي احنا بنحبها. وقلت لكم اليومين دول هنعمل وصفات تكون اقتصادية على قد ما نقدر نعدي بيها اليوم بتاعنا، وكمان توفر علينا بقى في الميزانية بدل ما نشتري الفراخ اللي هي غالية اليومين دول، وكلنا بنشتكي من الأسعار وكل حاجة أسعارها غالية. فنعمل لولادنا أكل حلو في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يكون سهل جدا واقتصادي. جبت بقى مية كده وحطيت معلقة من الملح وكمان شوية من الخل. الخطوة ديت بتخلي البطاطس بتاعتنا تكون كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، بتديها كأنها زي الجاهزة بالظبط. ودي طبعا مش طريقة التخزين دي، بس عشان ايه تبقى زي ما قلتلك تبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره. تمام، هسيبها نص ساعة وبعد كده اقليها. بس اهم حاجة في الساندوتش بتاعنا السوري هي التومية، هي اللي بتدي الطعم بتاعنا، اللي بتخلي ساندوتش بطاطس عادي لحتة تانية خالص. فهنعمل التومية كمان بطريقة سهلة واقتصادية من غير بقى بياض بيض ومن غير لبن والكلام ده. حوالي 3-4 معالق نشا، حطيت عليهم كوباية من المية وقلبتهم كده لغاية لما النشا يدوب، وبعد كده اطلعهم على النار احطهم على النار. تمام، هفضل اقلب فيهم كده لما احس ان النشا بتاعتي كلكعت او بقت كتلة واحدة، بقت لونها كمان شفاف كده. تمام زي ما انت شايفة كده. ما تخافيش خالص، هنعمل التومية ما تقوليش مثلا ان هي كلكعت مني باظت، لا ما تقلقيش خالص. هنروح بقى على الكبة او على الخلاط بتاعنا وهنحط النشا بتاعتنا ديت. تمام، عليهم بقى فص توم شوية ملح صغيرين، وتنزلي بحوالي يعني ايه ربع كوب زيت كده بس، تنزلي عليهم سرسوب كده بالراحة. تمام، الخطوة دي بس مش عارفة اوصلها لك. انا طبعا هشغل الخلاط وانزل بالزيت شوية شوية لغاية لما وشوية خل، يعني شوية زيت وشوية خل. تمام، هبدأ كده انزل بالزيت بتاعي سرسوب. هي حوالي ربع كوباية او اقل حسب كمية النشا بقى بتاعتك. لما يكون القوام بتاعك كريمي ويكون حلو كده تحسي ان هي عاملة زي التومية الجاهزة. بس كده عملتي احلى تومية في البيت. تاكليها بقى جنب مشاوي، تاكليها في البيت. هي لسه كده عايزة شوية زيت عشان تفك معانا، شوية زيت وشوية خل ونديها ضربة كمان، هتبقى زي الفل. تمام، ممكن كمان تحطي لها بقى تعزيز الطعم بتاعها. لو عندك مايونيز حطي لها معلقتين مايونيز او معلقه كبيره. ما عندكيش ممكن تجيبي اللي هي الاكياس اللي هي الصغيره ديت، ممكن تجيبي كيسين او 3 وتحطيها على التوميه. بس كده، شايفه سهله جدا وبسيطه ما خدتش وقت معانا. وعايزه اقولك هتودي السندوتشات بتاعتك في حته تانية خالص. حلة على النار بقى، حطيت فيها الزيت وكمان هقلي البطاطس بتاعتنا. وانا مش عايزاها تكون تحمر قوي او تنشف قوي، عشان طبعا العيش اللي احنا هنستخدمه العيش السوري، فما بيبقى طبعا رقيق او خفيف جدا، ما يتقطعش من البطاطس. العيش ممكن تجيبيه جاهز، ممكن تعمليه في البيت. ولو عايزه نعمله في البيت نعمله هو دقيق وميه وبس كده وشويه ملح صغيرين. هو طريقته سهله جدا خالص، لكن ممكن ياخد منك شويه وقت. لكن لو عايزه نعمله في البيت مفيش اي مشكله.
حابة بقى تسهلي عليكي الامور وتخلصي بسرعة، هتشتريه جاهز، بيتباع في كل حتة، وممكن كمان في المحلات اللي هي بتبيع البطاطس السوري ذات نفسها تشتريها، بيبيعوه عادي من غير حشو. قطعت الخيار المخلل زي ما انت شفتي كده، والخيار ده انا اللي عاملاه في البيت، قطعته كده شرايح. والساندوتش عشان يدينا طعم حلو، وحاجة أساسية بيعملوها في المحلات الساندوتشات السوري، بيحطوا الكرنب الكابوتشي، بيجيبوه يقطعوه رفيع كده. عندك كاتشب، عندك بهارات بطاطس، الحاجات دي اختياري مش مهم إجباري، يعني مش شرط، ما توقفيش نفسك على حاجة. فهنجيب العيش السوري دوت، هو زي ما قلتلك أنا بشتري اللفة كده، بيبقى فيه حوالي 8، بيبقى تقريبا ب15 جنيه. ممكن لو جبتيه من المحلات بقولك بيبقى أرخص. تمام. هحط هنا شوية بقى من الكرنب، شوية من البطاطس، شوية من المخلل، وكمان الاساسي بتاعنا وهي التومية بجد الخطيرة، اللي انت لو هتعمليها في البيت مش هتندمي ابدا، زي ما قلت لك، من غير بيض، من غير مايونيز كتير، وكمان من غير، في ناس ساعات بيعملوها باللبن كمان عملناها من غير لبن. حطيت بقى كل حاجة، الخيار، الكاتشب، البهارات، البطاطس، التومية، وكده هنعمل احسن سندوتش هنلفه، شايفة، من غير بقى لحوم، من غير فراخ. هتعملي احسن غدوية تأكليها لولادك. هلف كده السندوتش بتاعي بالطريقة ديت، وبعد كده هاخده، هكمل الكمية كلها واقولك نسويها ازاي. نسويها بقى في جريل، عندك توستر ممكن تحطيها، ما عندكيش زي ما قلتلك في طاسة عادي خالص ممكن تحطيها، تبصميها كده من ناحيتين كده. العيش بيجي زي ما هو كده مقفول، وانا بفتحه بالطريقة ديت، وابدأ بقى احط البطاطس بتاعتي، معلقه توميه، وبعد كده هحط بقى ايه كل حاجه، مش بالترتيب خالص، اللي تقدري تحطيه تمام. انا بحط كده التوميه في الاول، وبعد كده بحط الكرنب عشان مثلا ايه يشيل البطاطس بتاعتي، عشان لو في حته مثلا ناشفه من البطاطس محمره زياده، فما يقطعش العيش بتاعي مش اكتر. البهارات البطاطس ديت عايزه اقولك برضو بتدي طعم حلو جدا، ممكن تجيبي ب5 جنيه، هتاخد منك يعني اللي انا جايباهم دول الشويه اللي في العلبه دول حوالي ب5 جنيه، فهيقعدوا معاكي فتره كبيره يعني. تمام. وحطينا بقى المخلل، حطينا المايونيز، وقصدي سوري الكاتشب، ولفي بالطريقه ديت كل الكميه بتاعتك. شايفة مفيش اسهل ولا احلى من كده ولا اطعم كمان من كده، وولادك بصي هيتجننوا عليها بجد. بنروح نشتري الساندوتش ده ب15 جنيه، وبقولك لو جبنة بيبقى ب24 جنيه، والله وصل لكده. فممكن كمان لو انت عايزة تزودي ممكن تحطي جبنة موتزاريلا، بس انا حبيت اللي انا اوفر على قد ما اقدر ليكم في الفيديو، والاضافات بقى اختياري عندك. جريلا بقى زي ما قلت لك على النار كده، وهبدا ابصم السندوتش بتاعي. العجينه اولا هتكمل السوا بتاعتها، وهتدي قرمشه لبره كده من السندوتش، وهيخليه طعمه بجد تحفه. قلبيه بقى من على كل الجهات. عندك توستر ممكن تحطيها مفيش اي مشكله، بس انا حبيت برضو اعمله في الطاسه على النار عادي. ما عندكش اللي هي الجريلا ديت، ممكن تعملي في الطاسه العاديه خالص. تمام. وهبدا كده ابصمه من كل حته بالطريقة دي. هتاكلي احسن سندوتش بطاطس بجد، ولادك هيحبوها بجد، خطيرة جدا. عايزة اقولك ان الكرومبة اللي احنا حشينا بيها السندوتش فاضت معايا شوية، فجبت عليهم جزراية ونص علبة زبادي، معلقة عسل نحل صغيرة، ملح وشوية خل صغيرين، معلقتين سكر او عسل براحتك، ممكن لو ما عندكيش عسل تحط سكر، وبس كده تعملي احسن سلطه كول سلو، احسن سندوتش بطاطس هتاكليه. جربيه بجد هيعجبك، وما تنسيش تحطي لايك واشتراك، وشكرا ليكم.